أترككم مع كلمة مرشح قبيلة شمر بتشاورية شمر بتزكية مرشحين شمر برجال شمر بشيوخ شمر بشباب شمر بشبان شمر بفزعات شمر بالطنايا بالسناعيش سلطان جدعان الغيثم الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم لئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إخواني الحضور الكريم وعزوتي أبناء قبيلة شمر، شكرا بحثت في مفردات اللغة عن ما يوازي شكري لكم، وبالرغم من اللغة العربية زاخرة في المعاني إلا أنني عجزت لأن ألخص شكري وتقديري لكم بكلمة، ولكنني أود أن أقول: لو أنني أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر لما كنت بعد القول مقصرا ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر. إخواني تاج الراس أبناء قبيلة شمر، بفيض من الحب والتقدير أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان على ما بذلتموه من جهود مباركة في الأيام السابقة، والذي نتج اختياركم لي من ضمن كوكبة من أخواني مرشحين شمر لحمل أمالكم وتطلعاتكم وهمومكم. وهذا تشريف منكم لي يجعلني في قادم الأيام وكما عهدتموني أبذل الغالي والنفيس من أجل إحقاق الحق والذوق قولا وفعلا عن متطلباتكم. أهلي ومحزمي، لا شيء يطلق الإرادة والعزيمة الكامنة لدي سوى رغبتي في مساعدتكم وخدمتكم والآخرين أيضا، وهذا الأمر ينطبق على جميع الحضور حينما تتداوى مسامعنا باسم الشمري. لذا يجب علينا التوحد حول هذا الاسم الذي تصدر صفحات التاريخ في الماضي والحاضر والمستقبل بفضل أبنائه البررة وبطولاتهم في شتى المجالات. إن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والتكاتف من أجل أن تكتمل الصورة ونرسم المشهد الأخير في يوم 27/7 لتلاحمنا وتكاتفنا ولنشارك بقوة وإيصال صوتنا من خلال صناديق الاقتراع. وأتمنى أن نسير على نفس هذا النهج في جميع الاستحقاقات القادمة في بلدنا الغالي والمستحيل لا يسكن إلا الضعفاء. وبتوفيق من الله ستنال القبيلة مقعدها النيابي بإذن الله، ثم بفزعتكم وإرادتكم الحرة أبناء قبيلة الكرام، يا السناعيس يا الطنايا يا أهل الحيسة، أرفعكم عباد الجميع. أعاهدكم بأن تكون مواقفي بقدر عراقة وأصالة وتوازي اسم الشمري الذي أحمله، وسأكون مع الحق أينما كان. فإن رأيتموني أخطأت فقدموا لي النصيحة والمشورة والرأي السديد، وأتمنى منكم
أن يخصص كل بيت شمري رجل منه للعمل معي في لجاني الانتخابية التي ستزداد رفعة وسمة به. ولا يخفي عليكم أخوتي أن هناك من يسعى ويطلق الشائعات خصوصا هذه الأيام بهدف إضعاف تجمعنا ووحدتنا، ولكن نقول لهم باسم الجميع: لن تنطلي علينا ألاعيبكم ولن نرد عليكم لكي لا نعطيكم أكثر من حجمكم. ومكانة شمر أكبر من أي مطلق إشاعات وفوق كل اعتبار. والله لو أني أنشد 1000 قصيدة لوجدتها في حقكم ولن تفي. وعلى قول الشاعر: والله لولا شمر فلا يذكر الوفاء ولا الحمية ولا مدار. شكرا للجنة المنظمة التشاورية التي أثلجت صدورنا وأعطت للقبيلة صورة موحدة غير مسبوقة في تاريخها السياسي أمام القبائل الأخرى. وأخيرا حفظ الله الكويت وأهلها وأميرها وشعبها من كل مكروه. والسلام عليكم ورحمة الله.